تهيكلت أول نواة للجيش الوطني يوم 24 من جوان 56 و900 وألف، وكان عدد أفرادها حوالي 5000 عسكري قاموا بأول استعراض في شارع محمد الخامس بالعاصمة شاركت فيه تشكيلات من المشاة ومدفعية الميدان والمدرعات. وكان الجيش الوطني من بين المؤسسات الأولى التي بعثت لاستكمال السيادة، يضم قوات برية وأخرى بحرية وجوية، كما يشارك في عدة عمليات مدنية وعسكرية وطنيا ودوليا مثل مقاومة الكوارث الطبيعية والقيام بعمليات عسكرية، وذلك إلى جانب المشاركة في عمليات حفظ السلام وعادة تحت غطاء الأمم المتحدة. يقوم الجيش بدور بارز على صعيد التكوين، وله مراكز ومدارس ومنشآت تدريب عديدة ومتنوعة، وهو عبارة عن مدرسة شاملة تجمع مختلف أصناف التكوين. وقد قررت الدولة الاستفادة من هذه القدرات ومن الكفاءة التي تزخر بها لفائدة المواطن في نطاق الخطط الوطنية للنهوض بالموارد البشرية. وترتكز السياسة الدفاعية في تونس على مبدأ الدفاع الشامل، وذلك بتسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة وتوظيفها للدفاع عن الوطن. وعلى هذا الأساس يقوم الجيش إلى جانب دوره الأساسي في المحافظة على سلامة التراب الوطنية، يقوم بدعم مجهود الدولة لتنمية البلاد بما من شأنه تعزيز مناعتها. وقد قرر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لدى إشرافه اليوم على موكب إحياء الذكرى 60 لانبعاث الجيش الوطني بالثكنة العسكرية بالعوينة، قام بأحداث مدرسة للاستخبارات والأمن العسكري مهمتها تكوين عسكريين مختصين وفق أحدث البرامج والتقنيات المستعملة في الغرض. كما قرر إنشاء شراكة وطنية بين القطاعين العام والخاص في مجال التصنيع. رئيس الجمهورية أعلن أيضا عن القيام بدراسة جدوى حول إنشاء مشروع فلاحي في منطقة برج الخضراء من ولاية تطاوين، وذلك في إطار تنمية وإحياء المناطق الحدودية والصحراوية، إلى جانب إقرار بناء مساحات عسكرية متعددة الاختصاصات قرب الثكنة العسكرية بالمناطق الداخلية على غرار مساحتي الكاف وتطاوين.